من 4 سنين أول مرة كنت أشتغل على ميد جيرني كنت مبهورة بجد. اتخضيت وحسيت إن في حاجة كبيرة اتغيرت قدامي في لحظة. صور طالعة بسرعة غير منطقية، تفاصيل مظبوطة، ألوان متناسقة، مود واضح من أول تجربة. حاجات كده كنت بقعد بالساعات أدور وأبحث وأجمع لها مود بورد محترم. فجأة نفس الإحساس ده طالع قدامي في ثواني. في الأول حسيت إني جامدة جدا وإيه الشطارة اللي أنا فيها دي، وعملت شغل بسرعة وبتاع. بعدين حسيت إن الشغل بقى أسهل، وإن الدنيا فتحت قدامي سكك وآفاق غير متوقعة تماما، باب جديد كده. بس زي أي حماس في بدايته بعد شوية هدي، وساعتها دخل سؤال فلسفي تقيل. سألت نفسي، طب لو هو بيعمل كل ده أنا دوري إيه؟ كديزاينر، كارت دايركتور. قضيت سنين بتدرب وبشتغل وبدرب عيني وابني في الذوق بتاعي وافهم السوق عايز ايه واوفق بين كل ده وبين دراستي للفن. كل ده لسه ليه معنى ولا خلاص كده؟ طب هل انا دلوقتي مجرد مرحلة انتقالية وبعد كده ماليش دور؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست بريف مفتوح، سلسلة الأسئلة اللي بنقعد نسألها لنفسنا حوالين مواضيع الذكاء الاصطناعي واللي بيحصل كل يوم بتصب دايما في نهايتها ناحية حفرة غويطة. لأن فجأة الأداة اللي كانت بتاخد منك وقت ومجهود بقت بتطلع بنتيجة أسرع كل مرة من اللي قبلها، وكده كده أسرع منك أنت شخصيا يعني. بعد لف كتير حوالين الفكرة دي وصلت الحقيقة مهمة جدا، إن الذكاء الاصطناعي مش جاي يبدلنا زي ما هو متعارف عليه، أو زي التخوف اللي مالينا كلنا مؤخرا آخر سنة أو سنتين على وجه الخصوص يعني. لكن الذكاء الاصطناعي ده جه يكشفك ويبينك على حقيقتك، يكشف انت فاهم ايه فعلا، وهل قيمتك وقيمة اللي بتقدمه للناس حقيقية ولا لا. طيب خلينا ناخد مثال بسيط جدا. لو انت دلوقتي عندك 30 ثانية تعمل فيهم ديزاين لإعلان بسرعة جدا، بانر، بوست، فلاير، أي حاجة، هتفتح فوتوشوب أو إليستريتور أو أيا كان السوفت وير اللي انت شغال عليه وتبدأ من الصفر، ولا هتفتح AI tool وتكتب برومبت، ولا هتعمل ايه بقى؟ أنا بتكلم النهاردة هتعمل ايه؟ لو جاوبت انك هتكتب برومبت، ده مش معناه انك ديزاينر كسول ولا انك افاق او غشاش، ده معناه انك فاهم انك شغال في زمن عامل ازاي ومتطلباته ايه. لكن المشكلة مش في كتابة برومبت او اختيار تول ال AI المناسبة او الحاجات دي خالص. المشكلة في اللي بعد كده، في انك تعرف تبص على النتيجة او الاوتكم اللي طلع ده وتسأل نفسك، ده مناسب لمين؟ بيخدم رسالة عاملة ازاي؟ ينفع يتحط باسم براند ولا لأ؟ وأسئلة كتير من هذا القبيل. السوق دلوقتي واضح جدا في النقطة دي. في شركات كتير جدا خصوصا في مجال الدعاية والإعلان والبراندنج، وخاصة كمان الستارت ابس، بقت بتطلب أصلا إن الديزاينرز يكونوا بيعرفوا يشتغلوا بالاي اي، مش عشان يوفروا فلوس أو وقت، لكن علشان العنصر الوقت بقى هو اللي ضاغط على الكل عشان السرعة. طول عمر الاندستري دي بتاعتنا بتاعت الادفيرتايزنج عاملة كده، بنجري كلنا متوترين، هي صناعة متوترة وسريعة وفعليا كلنا بنجري جواها ورا بعض. وكل ما الوقت بيتقدم الكامبينز أو الحملات الإعلانية بتبقى أسرع، التسليم وقته أقصر، واختيار وتحدي الكرياتيفيتي بقى مستمر 24 ساعة في ال7 أيام. في شركات بقت تطلب منك تطلع 4 أو 5 visual directions في وقت زمان كان يكفي يدوب لدايركشن 1 أو 2 بالكتير، أو 3 يعني لو انت شغال مع تيم. وده اللي خلى ال AI أداة طبيعية في الشغل كل يوم. لكن في نفس الوقت شفنا في السوق نماذج اعتمدت على ال AI بشكل شبه كامل أو شكل كامل عامة يعني، والنتيجة كانت شكلها حلو لكنها فاضية، روحها ناقصة. صور نظيفة بتلمع، ألوان مظبوطة بالملي، compositions حلوة،
لكن لما تتحط جنب بعض تحس ان الشغل كله بقى شبه بعضه، مفيش روح، مفيش شخصية، ومفيش حاجة بتثبت في الذاكرة بجد. الجمهور كأنه شاف الكامبين عجبته لكن ما تعلقش بيها، لأن البراند نفسه ما كانش واضح برضو من البداية. وده لأن ال AI أو الذكاء الاصطناعي شاطر قوي وممتاز قوي في التنفيذ السريع، لكنه لسه ضعيف في بناء المعنى أو الكونسبت على المدى الطويل. هو يعرف يركب صور ويجمع ويقلد ويطلع ريفرنسز، لكن ما يعرفش يعيش التجربة الإنسانية ولا يحس بالسياق المتصل للموضوع. مثلا ولا يقدر يفهم ثقافة مجتمع أو الانسايتس اللي موجودة من جوه. وده بالظبط اللي فرق في السوق مؤخرا، واللي قدر ان هو يفرق كمان بين الشغل اللي نجح والشغل اللي وقع. هنا بقى يظهر الفرق الحقيقي بين الديزاينر الجونيور والسينيور ديزاينر او الحد اللي عنده اكسبيرينس اكتر شوية في زمن الاي اي. الديزاينر المبتدئ او الجونيور النهاردة ممكن يبقى اسرع من اي وقت تاني، لانه عنده التول وعنده النو هاو، يعرف يطلع شغل شكله حلو، يكتب برومتس كويسة تطلع له نتائج ممتازة، يقدر يولد اقتراحات كتير في وقت قصير. وده طبعا ممتاز واكيد اكيد اكيد شيء مطلوب، لكن هو اغلب تركيزه بيبقى على ازاي يطلع حاجة بسرعة وبكمية كبيرة، مش بكونسبت حقيقي ومبنية على حاجة مطلعها حقيقي من البريف اللي داخله بيه البروجكت ده. الناحية التانية نبص على السينيور ديزاينر او الديزاينر الاقدم شوية اللي بقاله كام سنة شغال في الماركت وفاهم، عينه حفظت ودماغه فاهمة يعني ايه براند ويعني ايه ابني كامبين حوالين براند معينة. هنلاقيه في الناحية التانية بحكم خبرته الأطول ورؤيته الأعمق دوره أكيد ما اختفاش، لكن بالعكس يمكن بقى أوضح وأتقل. هو مش مطلوب منه ينفذ كل حاجة بإيده، لكن مطلوب منه يختار، يرفض، يوافق على حاجة، يوجه، يشوف الصورة البعيدة أو الصورة الأكبر زي ما بنقول. هو اللي يفهم هل الدايركشن ده مناسب للبراند ولا لأ، هل الرسالة وصلت وهتعيش ولا هتموت بعد شهر لما الناس تنسى الإعلان، وهل استخدام التول هنا كان ذكي ولا مش قد كده. عشان كده في شركات كتير دلوقتي بتعين جونيورز عندهم AI tools قوية، لكن محتاجين معاهم سينيور حقيقي يكون قادر يليد أو يقود الكرياتيف بروسيس. القصة عمرها ما كانت في تولز أو سوفت ويرز، يعني حتى لو قارنا ده في وقت أقدم قبل ال AI، الخبرة كلها مش شطارة سوفت ويرز وبرامج وانت معاك برامج ايه او بتعرف تعمل ايه، قد ما الخبرة الحقيقية وفهمك للانسايتس والسوق ماشي ازاي، هو ده اللي فارق. ففي زمن ال AI بقى الفرق هو ان انت بتدور في نفسك ان انت تكون فاهم الناس وفاهم السياق والسوق، عشان ال AI يقدر يطلع مليون فكرة، لكن ما يقدرش يقولك أنهي فكرة هي اللي صح أو أنهي اللي هتفت أكتر. الذكاء الاصطناعي مش نهاية الإبداع، لكن هو يعني ممكن أقول نهاية الطريقة القديمة في الشغل. زمان كان ممكن نقعد بالساعات نلف حوالين فكرة واحدة، دلوقتي ممكن تطلع 5 أو 10 أفكار في أقل من دقيقة. طيب هل ده حاجة وحشة؟ الإجابة أكيد لأ، يعني أكيد دي مش حاجة وحشة. طيب هل ده خطر؟ والله هنا بتختلف الإجابات، وخليني أقولك رأيي في الموضوع ده، إن الخطر الوحيد من وجهة نظري هو إنك تسلم الليد أو تسلم القيادة، إنك تسيب ال AI tool وأدوات الذكاء الاصطناعي هي اللي تختار مكانك، هي اللي تصنع القرار، وهي اللي تبقى بتقود العملية الإبداعية وانت مجرد مسحول وراها من شطارتها وسرعتها، وتتحول من مبدع لمنفذ، وهو ده الخطر الحقيقي.
في شغلي مثلا لما مثلا هكون بعمل مود بورد، ممكن استخدم AI tool هتطلع لي مشاهد سريعة تساعدني اكتشف الفيجوال دايركشنز المختلفة. لكن بعدها اكيد هقعد افلتر واركب وراجع وابتدي ادخل في بحث بصري عشان احدد ايه اللي حقيقي هيكون مناسب للشغل اللي بعمله وايه اللي مش مناسب. الانسايتس هي دي النقطة اللي فرقة بيني وبين ال AI tool. نفس الكلام في شرح الكونسبتس مثلا، ممكن استخدم ادوات ذكاء اصطناعي ذكية جدا تقدر تختصر الكلام، لكن التون اوف فويس والاحساس وطريقة الحكي اللي جاية من تجربة حقيقية ومواقف انت مريت بيها بحكم خبرتك مثلا، هي دي اللي هتفرق وهي دي اللي هتميز او هتخليك لسه ليك دور حتى في وجود كل ادوات الذكاء الصناعي الخطيرة والسريعة والشاطرة قوي الموجودة دلوقتي. فعشان كده خلينا نقول ان الديزاينر اللي بيعرف يستخدم ال AI tools من غير وعي او من غير حسبان بينكشف، بيبان بسرعة قوي، وزيه زي الديزاينر اللي رافض يتعلمه خالص. يعني اكيد قابلنا ديزاينرز لسه متمسكة بالاولد سكول وان لأ مش هستخدم AI. اكيد ده مش صح، واكيد ده برضو حد متأخر يعني. فالحالتين في خطر، اذا كان الديزاينر اللي بيستخدم ال AI tools بدون وعي ومنساق وبيجري وراها واللي بتقوله بيعمله فبيطلع شغل من غير روح، او الديزاينر اللي رافض اصلا ان هو ينكلود ال AI في شغله. الاولاني في خطر لانه شغله شبه بعضه، ما فيهوش روح ومش بيميت الاحتياجات الماركت. اما التاني الخطر اللي هو فيه انه بقى ابطأ من ايقاع السوق، اللي واقف في النص، اللي فاهم امتى يستخدم الأداة وامتى يوقفها، هو ده اللي مطلوب. في الآخر السؤال الحقيقي مش هل الذكاء الاصطناعي هياخد مكان الديزاينرز، لكن السؤال الأهم مين فينا كان دوره معتمد على الأداة ومين اللي كان دوره معتمد على الفهم. الأداة، الآلة، ال AI، الذكاء الاصطناعي أيا كان، عمره ما كان هو المشكلة ولا عمره هو الحل، لكن هي تقريبا نقدر نقول إنها مراية بتبين لك وبتكشف قد إيه أنت فاهم أو مش فاهم اللي بيحصل حواليك. لو كنت فاهم بتعمل إيه وليه والمين، الذكاء الصناعي هيخليك أسرع وأقوى. ولو كنت ماشي على أوتو بايلوت فالذكاء الصناعي هيكشفك أسرع. المستقبل مش للإنسان لوحده ولا للذكاء الاصطناعي لوحده، المستقبل للي يعرف يسوق مش بس ينفذ. فلو انت ديزاينر وإيدك على التول وعقلك حاضر وقلبك فاهم وروحك موجودة لما يطلبه البشر في مجال الادفيرتايزنج وللجمهور اللي انت بتخاطبه، عايزك تطمن ان انت مش في خطر. يمكن الذكاء الاصطناعي مجاش عشان ياخد مكانك، يمكن جه عشان يكشفك قدام نفسك ويسألك انت بتصمم ولا بتنفذ. في نهاية كل حلقة هستنى رأيك، تعليقك وسؤالك اللي ممكن يكون موضوع حلقة جاية، لأن بريف مفتوح مش حوار من طرف واحد، ده بداية مجتمع نفسي يتوجد من زمان. شكرا انكم وصلتوا لحد هنا، واستنوني الأسبوع الجاي. سلام مؤقت.